جنون الشهرة والبحث عن الترند مجنن الناس، سواء انت مشهور او مش مشهور. عشان حلقتنا النهاردة هتلاقي فيها حاجات غريبة وعجيبة تحس ان احنا في اخر الزمن. لكن قبل ما نبتدي اللي فيها، محتاج كل اللي بيشوفنا صلى على النبي، ويلا بينا حلقة جديدة مع يونس محمد. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، الموضوع كله بيبتدي من جنون الشهرة، البحث عن الترند، حتى لو تحت سبيل الهزار او اهل الناس عارفين ناس مين. عندنا دكتور نسا وتوليد عمل حاجة غريبة جدا. الست لسه طالعة من عملية الولادة، ياخد بنتها ويشغل اغنية شعبي ويفضل يرقص ويتمايل زي ما حضراتكم شايفين. ولما المجتمع كله يرفض هذا التصرف او يقول عيب اللي انت بتعمله ده يا دكتورة، يا دكتورة، في هيبة وفي احترام وفي مراعاة خصوصية المرضى، يرد بمنتهى، اقول منتهى ايه، يرد ويقول اهلهم او اهل المرضى كانوا عارفين. انا عندي والد البنت كان فرحان ومبسوط وشايف وانا بتصور. طب وانت بتتصور ليه؟ ايه الهدف؟ يعني انا لما هلاقي الفيديو بتاعك كده وانت طالع بالشكل ده، هل انا هقبل على مراتي اللي هي تروح تولد عندك؟ هآمن ان مراتي تكشف عندك؟ فانهي عقل وانهي ضمير وانهي شرف مهنة؟ عشان ما نتكلمش كتير، وعشان ما نهريش في المهري زي ما بيتقال او كلام ملهوش عازة، نقابة الاطباء قررت استدعاء الطبيب اللي حضراتكم شفتوه النساء والتوليد امام لجنة التأديب، عشان في بيان لنقابة الاطباء رفضت التصرف والفعل ده، وقالت ان مهنة الطب ارقى واسمى واشرف من اللي عمله الطبيب ده، وتم استدعائه امام لجنة التأديب، عشان فعلا اللي عمله ده عيب وما يصحش. عيب يا دكتورة، عيب عليك العلم اللي انت اتعلمته، عيب عليك التصرف ده. ناس كتير هتقول ده بيهزر، مفيش هزار في الترند اللي جنن الناس. الكلام ده بقيت استغربه واستعجبه، لكن بقينا احنا في زمن غريب. عشان تحت كلمة الهزار عندنا رامز جلال، يا ترى عامل ايه؟ حضراتكم خدتوا بالكم عمل ايه؟ هو ده هزار؟ هو ده ينفع؟ هو ده يصح؟ ليه يا رامز؟ يعني انت بني ادم كبير، راجل كبير، عديت 50 سنة، فليه بتعمل كده؟ انت محتاج تطلع ترند وانت بتتصور وعارف اللي انت بتتصور؟ انت عارف انت عملت ايه؟ هل التصرفات الغير مسؤولة من الناس اللي بقت محيطين بينا، سواء دكتور سواء فنان، التصرفات الغير مسؤولة دي بقت عادي في المجتمع، ولا انتوا عايزينها تبقى عادي؟ هل ده يقبل او هل ده تصرف يعدي كده تحت مسمى ايه؟ الاحضان والبوس والمسك، واللي انت تحط ايدك حاجة زي كده. يا جماعة، ما احنا لما نرجع بعد كده نتكلم ونقول هو ليه الشباب بقى يعملوا كده في الشوارع ما بين اللي بيشوفوه؟ بصراحة يعني ما هنتكلم نقول ما بين الولد والبنت اللي بيقربوا من بعض قوي ويمسكها ويهزر معاها ويحط ايده، الحياء هيجي منين؟ ما هو العين خدت على التصرفات دي اللي عادي، ولما تيجي البنت ترفض بعد كده تصرف غير لائق هيتقال عليها انت بنت مقفلة، انت بنت مالكيش في الهزار، تحت دعوة الهزار. ما هو الهزار هو اللي بيسهل ويفتح اي باب. فالحياء فين؟ المجاهرة بالغلط بقى ازاي؟ ولو اتكلمنا عن نفس الفئة دي، هي نفس الفئة اللي بتصدر لك ان مش عارف اقول ايه، الرجالة اللي بقت تلبس حلقان زي الستات. فما بين الظاهرة اللي بقت موجودة، عمرو دياب، احمد سعد، محمد سامي المخرج، عندنا اخر واحد اللي طلع مع ويجز. ليه؟ والاغرب ان لما يجي الداعية الاسلامي عبد الله رشدي يسأل ويتساءل سؤال بريء على الحلقة ده، فيرد عليه ويجز متضايق على البوست بتاعه، متضايق جدا، يقول له تقلق بس لما يكون في شقق. يعني بيعمل اسقاط على الداعية الاسلامي عبد الله رشدي الشقق، وانت وراك حكاية ووراك قصة، فخليك في حالك.
ليه؟ ما هو لو مش عبد الله رشدي اللي يطلع يستنكر حاجه زي دي، مين اللي هيطلع يستنكر؟ قولوا لنا بس مين. ما حتى علماء الدين اللي عندنا في بلدنا مش عايزينهم يتكلموا، وكل واحد خليك في حالك ما تتكلمش. ليه ما يتكلمش؟ ما هو لو ما ارجعناش التصرفات دي لديننا يعني هنرجعها لايه؟ ما هو الدين بيقول لك، رسولنا الكريم بيقول لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. واحنا من قديم الازل، مش هقول في عصرنا ده، من زمان الزمان معروف اللي بيلبس حلق ست مش راجل، هي اللي بتتزين وتلبس حلق عشان شكلها يبقى حلو، فراجل يلبس حلق ده يبقى راجل. هو ده اللي انتوا عايزين توصلوه لينا؟ عايزين تخلوا شبابنا بحلقان مخرومين؟ ده يعقل؟ ففي حاجة من زمان، لو احنا بنتكلم على زمان، كانوا بيعملوها الملوك، الخدام بتوعهم كانوا بيجيبوهم ويخلوهم يلبسوا حلقان. ليه؟ خوفا على نسائهم من الفتنة. تخيلوا الرجولة بقى كانت زمان، خوفا على رجالهم من الفتنة، فكانوا بيخلوا الخدم يلبس حلق، بالإضافة يعمل شنب رفيع. دول الخدام. ليه؟ عشان الأميرة أو بنت الأمير أو أيا حد من العيلة المالكة تبص للخدم إن هو ست أو كائن مش حلو، مش مفهوش مظهر للرجولة. ده كان من وجهة نظر الملوك قبل الدين، قبل ظهور الدين ومعاملة الخدم ازاي واللي احنا الرفق بيهم فالدين دخل خلاص بقى، ما بقاش فيه الشنب الرفيع والحلق اللي في الودان. ليه عايزين تخلوا الخدم أسياد؟ ما هو بالفعل لو بصينا على عالم الفن والفنانين، بدرية طلبة لما طلعت وقالت أشكالك بيوقفوها في الشارع يقولوا لها نتصور معاك يا فنانة. المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي دولة تروحها. هي بس مسألة غيرة وحقد وغل وحسد من الفنانين عشان هم أسيادك. زي ما حضراتكم سمعتوا بدرية طلبة بتقول احنا أسياد البلد. فأسياد البلد من واحدة كومبارس ومفكرة نفسها أسياد البلد عشان ربنا أنعم عليكي بشوية فلوس، فأنت مفكرة خلاص أنت مفيش زيك. للرجالة ما بقوش رجالة، بيلعبوا في هوية شعبنا ومجتمعنا، مش المجتمع المصري بس، ده المجتمع العربي في العموم. ما بين الراجل يلبس لبس النساء الشفاف، يلبس براه، وفاكرين محمد رمضان براه، ويلبس حلق. ليه؟ عايزين ايه؟ ما هو لما الرجالة ما تبقاش رجالة، مين اللي هيقف في وش العدو؟ مين اللي هيفتح بيته ويتحمل مسؤولية؟ كلمني كده على ابنك لما تتفاجئ اللي هو لابس لك حلق، وتيجي تتكلم معاه يقول لك ايه يا بابا في ايه، دي موضة. ما هي فعلا موضة. ما هو عمرو دياب ده مش بيأثر في كتير من الشباب والناس بتقلده، والناس دايما بتشوف اللي عالم الفن ده هم اصحاب الموضة وهم اللي عارفين الموضة. ما هو مش هيبقى عمرو دياب بس، كل الفنانين بقى بحلقان دلوقتي. وزي ما قال احمد عز قبل كده، واستغربت اللي التكاية دي ما بانتش في فيلم ولاد رزق، لما قال هو الحلق ده كبس ولا لزق؟ ودول بس دول لزق. ايه ده لزق؟ ده انا كنت مفكرك زي العيال اللي بتحب تركبه. ايه بقى؟ لحد امتى نشوف الناس دي وتظهر قدامنا؟ وللاسف، وانا بقول للاسف، اللي هم اللي بيشكلوا الهوية، هم اللي بيلعبوا في افكارنا وبنتاثر بيهم. تتاثر بالحضن ما بين الممثل والممثله، بحركه عملها زي رامز جلال، بواحد لابس حلق، ما بقاش واحد بقوا كتير. ويجي عالم الدين يتكلم، لا ما تتكلمش، مش مسموح لك يا عم الشيخ، خليك في حالك يا عم الشيخ، مالكش دعوه يا عم الشيخ. واجي انا كمان الاقي الناس بقى بتقول لي مالكش دعوه،
خليك في حالك يا عم، شوف لك حاجه تنفعك، روح اشتغل لك شغلانه. ده الحال، وده اللي هم عايزينه، يكمموا القفو عشان يعملوا اللي هم عايزينه. ما ينفعش حد ينتقدهم، ما ينفعش حد يفوق التاني ويقول ده ضد ديننا، اللي ده ملعون، اللي بيتشبه بالنساء ملعون، الدين بيقول كده. لا ما تكلمنيش بالدين، خلاص اكلمك بالدنيا، انت مش راجل. لا ما تكلمنيش في الدنيا وخليك في حالك وشوف لك شغلانه، خلاص اقول لك ايه؟ طيب عرفتوا بقى اللي بيتلعب علينا والمراد فينا واللي احنا وصلنا له، الترندات واللي بيتشكل للناس والحال اللي احنا وصلنا له، هو ده حالنا وهي دي الدنيا اللي بقينا عايشينها. ونرجع نقول بقى، نتكلم عن خروج على المظاهر والتيك توك، لما نلاقي فيه ستات قلعه والبنات بترقص وتدور على الفلوس، طبيعي من اللي بيشوفوه. ولو موضوع التيك توك ده كان كمل كان هيبقى في كل بيت وعادي، ما الكل بيكسب والكل بيجيب فلوس، وهو ده المراد، اللي الحاجه المختلفه ما تبقاش مختلفه. طول ما الفعل بيتكرر قدام عينك، قلبك هيقبله، ولو القلب قبله العقل هيقف. خلاص القلب بقى بالنسبه له مش شيء صعب، شيء عادي. حتى لو انت ما عملتهوش هتوافق على اللي بيعمله، او مش هتكره اللي بيعمله، او هيبقى بالنسبه لك اللي بيعمله هو حر. كل واحد، احنا في مجتمع حريات. لا يا فندم، تقول اللي ده غلط وده مش هتابعه، مش هروح له، مش هسمعه، مش هتفرج عليه، ده هيخليه يرجع اللي هو فيه، ما ينفذش اوامر اسياده اللي بيأمروه، اللي يعملوا كده في المجتمعات العربيه الاسلاميه. خد بالك وفوق جدا وفوقي جدا للنقطه دي. النقطه دي كانت مهمه اكلم حضراتكم فيها. كنا لازم نطلع نتكلم ونرفض الاشكال دي كلها، ورزقي ورزقكم على الله، واللي يحصل يحصل. اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.